كشف المدير العام لتطوير الصناعة بوزارة الصناعة عن تقديم قرابة 120 وكيلاً ملفاتهم من أجل استيراد السيارات وتصنيعها للدراسة والموافقة، متوقعاً دخول أول مركبة مستوردة السوق خلال الثلاث الأول من عام 2023. وأكد في تصريحات للإذاعة الجزائرية أن هذه الملفات قيد الدراسة حالياً على مستوى الوزارة. وحسب نفس المتحدث فإن دخول سيارات جديدة إلى السوق سيؤدي حتماً إلى رجوع الأسعار إلى مستواها المعهود. وشدد على أن إعلان إعادة فتح استيراد السيارات سواء فئة أقل من 3 سنوات أو المركبات الجديدة وكذا التصنيع ساهم بشكل كبير في تراجع الأسعار. وأوضح أن تتفاوض السلطات الجزائرية مع أغلب علامات السيارات التي أبدت رغبتها في دخول السوق الوطنية من خلال مجال التصنيع. وحسب المدير العام لتطوير الصناعة فإن الجزائر في مرحلة المفاوضات والتي لا يمكن الكشف عن تفاصيلها في الوقت الراهن. غير أن المتحدث دعا إلى اغتنام الفرصة لاستيعاب العلامات في مجال التصنيع خصوصاً وأن كل العلامات مهتمة بالسوق الجزائرية حسبه. وعن الإعلان عن نتائج المفاوضات أوضح أنها لن تكون قبل أيداع الملفات على مستوى اللجان. وفي السياق ذاته أشار المتحدث ذاته إلى أن السلطات العمومية قررت أن تكون المفاوضات والمناقشات مع المجموعة ككل وعلى جميع العلامات، وهذا من أجل المردودية في المنتوج والسماح بتحقيق نسب الإنتاج المتفق عليها. وفي رده على سؤال حول إمكانية دخول علامة بيجو إلى السوق الجزائرية قال أن دخول علامة فيات لا يمنع دخول بيجو لكون العلامتين ينتميين إلى نفس المجموعة. وأعلنت وزارة الصناعة عبر موقعها الرسمي عن تعيين أعضاء اللجنتين التقنيتين المكلفتين بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وكذا تصنيع المركبات. ودعت الوزارة المتعاملين الاقتصاديين التسجيل في المنصة الرقمية شاركنا رأيك، هل أوشكت أزمة السيارات في الجزائر على النهاية؟